بس يا حكيم، أنا جربت إن أنا أغوص في مجال معين وأكون ذكي في هذا المجال، بس فشلت. يعني شفت إن أنا غبي ومش أقدرش أوقع ذكي. صل على النبي يا حبيبي، الفشل غير الغباء، الفشل غير الغباء. نفرق بين الفشل وبين الغباء. إيش الفرق بينهم؟ قلنا إن الغباء إنه هو جهلك أو عدم خبرتك في مجال معين أو عدم معرفتك بجانب معين، بينما الفشل هو محاولتك للنجاح في جانب معين ومع هذا لم تستطع انك تنجح او تحقق هدفك في هذا المجال. ليش؟ الفشل اسبابه كثيرة. يمكن انت ما كنتش بتغوص في هذا المجال بشكل كويس، يمكن ما كانش عندك شخص يرشدك كيف تغوص في هذا المجال، كيف تتدرج في هذا المجال. لانه النجاح هو خطوات سلم، لما تشي تتجاوز 3 خطوات 4 خطوات طبيعي انك عتفشل وتسقط. يعني انت تحتاج شخص او طريقة او منهج يوجهك كيف تخوض الخطوات خطوة بخطوة عشان تنجح في هذا المجال. يمكن ان انت ما تعلمتش بالطريقة اللي تناسبك انت، لان كل شخص عنده طريقته المناسبة في التعلم. هناك ناس بصريين، يعني يتعلم بمجرد البصر، يعني بمجرد انه يشوف شخص بيشتغل هذا المهنة او هذا الشيء بيكون ذكي مباشرة ويتعلم هذا الشيء مباشرة. هناك ناس سماعيين، يحتاج انه يسمع باذنه عشان يفهم. به ناس تطبيقيين، يحتاج انه يطبق بيده عشان يفهم. فانت شوف ايش المجال او ايش طريقة التعلم اللي تناسبك انت، وابدأ استخدم هذه الطريقة في تعلم المجال هذا اللي انت حابب انك تتعلمه وتكون ذكي فيه. سبب ثاني انه يمكن ان هذا المجال يحتاج مهارات معينة. مثلا لو انت تكون ملحن او تدخل في جانب الحس الموسيقي، يحتاج لك مثلا انك تكون عارف مقامات الصوت، السلم الموسيقي باختلاف الاوزان وبحور الشعر، ويحتاج لك مهارات معينة. ضروري انك تتعلم المهارات هذه قبل ما تبدأ في غوص هذا المجال، احسن من انك تتعمق في هذا المجال وما فيش معك مهارات هذا المجال وترجع تتعقد من هذا المجال وتكره حياتك ويكون عندك عقدة. خلاص انا انسان فاشل، انا انسان غبي، انا انسان مش ممكن ان انا انجح. فالافضل انك عشان تحافظ على صحتك النفسية وتكون خالي من العقد، انك ابحث اول شيء على المهارات الذي هذا المجال اللي انت تحبه وتشي تدخله. ايش المهارات اللي احتاجها في هذا المجال قبل ما ادخل هذا المجال؟ يعني مثلا طبيعي لو تشي تدخل في مجال الرياضة ولياقتك ضعيفة، طبيعي انك حتفشل فشلا تاما باتا قاطعا في الرياضة لان لياقتك ضعيفة. قوي رياضتك بالاول وبعدين ادخل في جانب الرياضة وعتشوف كيف حتنجح وتوصل لهدفك باذن الله. ويمكن ان فشلك ان رسالة الهية بتقول لك انه هذا المجال مش مجالك. يعني انت معك مواهب في مجال معين، رزقك في مجال معين اكثر من رزقك في هذا المجال، وموهبتك في مجال اخر. حاول تشوف يعني ايش المجال اللي يناسبك انت، يناسب مهاراتك، يناسب مواهبك، يناسب قدرتك على التعلم وعلى التطور. يعني ما يكفيش انك فقط انك تنجح نجاح صغير في هذا الجانب وما تطورش نفسك، هذا غلط. هل عندك القدرة انك اذا دخلت في هذا المجال هتقدر انك تطور من نفسك في هذا المجال، تنجح نجاح بعد نجاح، ولا عاد تكون في نجاحك محصور في هذا المجال؟ ضروري تعرف انه هذا المجال هل لك قدرة على التطور فيه ام لا. وحتنجح لو امنت بنفسك. خليك مؤمن بنفسك انك شخص ناجح، وانت بتؤمن ان انت شخص فاشل. اؤمن انك ناجح وحتشوف الفرق صدقني. وانا في دار الحماس هذا اللي يطلع. ايوه خليك هكذا متحمس، خلي عندك الحماس وقول يا الله وتوكل وهوش. طيب فهمنا اركان مسبح العلم، وان الذكاء والغباء نسبي، وانهما صفات مكتسبة وليست مواهب تولد معك، وان الفشل غير الغباء. تعالوا نضيف شوية حاجات يعني بعيدا عن المسبح والبرد. انا بدأت احس بالبرد من المسبح والغوص عقلك عضلة، يعني تخيل. والعضلة معروف انها تحتاج تدريب عشان تتقوى وتتطور، وعقلك بالمثل. ايوه يعني اسير النادي واطرح حديد على راسي وادرب عقلي. يعني كيف ادرب عقلي يا حكيم؟ انا والله لو دشي تكسر رقبتك توكل، بس الحكيم ما ليش دخل، انا ما ليش ناقص مشاكل. صلي على النبي. انت عشان تكون ذكي في شيء معين او مجال معين ضروري تتدرب في هذا المجال كثير وبصورة متكررة وما توقفش، لأن العضلة معروف أني لما توقف تدريب ترجع تضعف وتترهل وتفقد قوتها. وتتدرب لما يكون
أو لما توصل لمرحلة إنه يكون عندك هذا المهارة أو هذا المجال عندك تلقائي. متى يكون سهل وتلقائي؟ لما تنقله من عقلك الواعي إلى عقلك الباطن. مثلا أول ما اشتريت أنت تلفون يعني، أو جيت تراسل في الواتساب، أول ثبت الواتساب وحاب إنك تتواصل مع الناس، تواكب التطور والعلم. بالبداية كتابتك في التلفون حتكون بطيئة، صح ولا لا؟ لا، إذا أنت ولدت سريع من بطن أمك هذا شيء راجع له. الشخص الطبيعي أول ما يتعلم الكتابة في التلفون يكون بطيء. ليش؟ لأنك هنا أنت بتتعلم أو بتكتب بعقلك الواعي مش بعقلك الباطن. تجلس تدور كل حرف وين مكانه، لأنه هذا عمل العقل الواعي. العقل الواعي يحلل كل حركة، كل حرف وينه، هذا الحرف بعد هذا الحرف أو قبل هذا الحرف، أو هذا عمل العقل الواعي. لهذا العقل الواعي يكون بطيء مقارنة بالعقل الباطن. بس بعد التدريب بعد تلاحظ أنك أصبحت تكتب بسرعة. تكتب وأنت ما بتشوفش الشاشة، بتشوف مثلا التلفزيون أو بتجاوب أحد بيصيح لك، أو وتكتب طبيعي وبسرعة تامة وتلقائية تامة. ليش؟ لأنك بدأت تكتب بعقلك الباطن، بدأ الموضوع يكون عندك تلقائي وعفوي. ونصيحة، ابحث على عقل الباطن، لأنه لو ما تتعلم كيف تتحكم بعقلك الباطن هيفرق معك جدا في حياتك، جدا جدا جدا. ولو أنتم حابين أتكلم على العقل الباطن ودعمتوني اكتبوا لي في التعاليق، وأنا إن شاء الله أكتب لكم من هنا نص حلقة ومن هنا نص حلقة على العقل الباطن وأهميته وكيف يغير من حياتك بشكل كامل العقل الباطن هذا. المهم، أينشتاين من كثر ما كان يحل مسائل التفاضل والتكامل، أيوة يا حبيبي، هو أينشتاين اللي اخترع لنا التفاضل والتكامل. بس لا تسبش، لأنه شخص قد مات الله يرحمه، لا يجوز على الميت سوى الرحمة. المهم، أينشتاين من كثر ما كان يحل مسائل التفاضل والتكامل بعقله بس بدون أي مساعدة أي حسابة أو شيء، أو عقله أو خلايا عقله تقوت جدا. يعني لما حللوا دماغه بعد ما مات لاحظوا أنه به مناطق في عقله أكبر من الطبيعي، لأنه درب هذا المناطق بشكل متواصل باستخدام الرياضيات والتفاضل والتكامل، وأحنبنا بها. وأنت لا تسويش مثله، ولكن تعلم منه. كيف؟ يعني لو معك مجال أنت تشي تكون ذكي فيه، نفرض أي مجال، مثلا صناعة المحتوى، وتكون مثل الحكيم مثلا، أو مثل حبيبنا الدحيح، درب عقلك كثير في هذا المجال، كثير. في البداية هتحس انك ضعيف ومش قادر تكتب حلقة او تلم موضوع معين واحد. حتى انا في البداية كنت هكذا والله، وعاد انا في البداية. وهنا تجي حاجة مهمة اسمها التغذية البصرية. التغذية البصرية يعني غذي بصرك وخلي عندك أرشيف من الناس المختصين في هذا المجال اللي أنت حابب إن أنت تتعلم فيه. يعني تابع الشعراء تكون شاعر، تابع العلماء تكون عالم، تابع الفكاهيين تكون فكاهي، تابع السياسيين تكون سياسي، وهكذا. وخلي عندك خيالك، يعني حاول إنك تدور من خيالك الخاص، وتكون عندك وجهة نظرك الخاصة. ضروري تكون عندك وجهة نظرك الخاصة، يعني لا تصير تقلد، إنك لما تقلد ما حد يشوفك ولا حد يتابعك. خلي عندك توجهك الخاص ووجهة نظرك الخاصة. بعد ما يكون عندك خلفية لا بأس بها، وعندك وجهة نظرك الخاصة وعندك خيالك الخاص، هتبدأ تكتب أول حلقة لك. هتتعب كثير في العنوان. أتعب شيء بيواجهني أنا في كتابة حلقة أو في كتابة شعر أو في كتابة قصة أو في كتابة نص، العنوان أو المقدمة حق الشعر أو حق الحلقة. بعد ما يجهز العنوان أو المقدمة، الحلقة أو الشعر ينكتب تلقائيا من نفسه. البردوني رحمه الله كان يسمي هذا الشيء مفتاح القصيدة أو باب الدخول إلى القصيدة. البداية مرهقة ومتعبة، لكن ابدأ. اكتب عنوان، 2 عناوين، 3، 10، 20 عنوان، اكتب. بعدين اكتب الحلقة. والذكاء الصناعي صراحة بيساعد كثير في جانب كتابة المحتوى. يعني ممكن انك لو معك بجانب معين اسأل الذكاء الصناعي، بيجيب لك المصادر. بعد ما يجيب لك المصادر والمراجع يلخصها لك، ويجيب لك يلخص لك الشيء اللي انت تحتاجه من هذا الكتاب او هذا المصدر او هذا المرجع، وانت تعتمد هذا المصدر او هذا المرجع في محتوى الذي انت حابب ان انت تتكلم عليه. واطول حلقة عاد اكتبها هي اول حلقة. صدقني حلقتك الاولى حتكون ضعيفة وركيكة. وشوف صانعين المحتوى الناجحين، شوف بدايتهم كيف كانت، هتلاحظهم كانت ضعيفة وركيكة. هذا طبيعي، لأن سلم النجاح ستيب باي ستيب، خطوة. ولكن اكتب حلقات 2، 10، 5 حلقات. هتلاحظ ان انت كل ما كتبت كل ما مخيلتك توسعت، مداركك توسعت، عقلك بدأ يستجيب لك اكثر. يعني تحس ان العقل ديزل، يعني مع الممارسة الكثيرة يبدأ يستجيب. ومع الوقت كل ما كتبت حلقة هتلاحظ
تلاحظ نفسك أقوى، تحس نفسك أذكى في هذا الشيء. وبالمثل لبقية أركان المسبح أو بقية الأركان أو المجالات اللي أنت حابب إنك تتعلمها أو تغوص فيها. كلما تدربت أكثر في مجال حتكون ذكي في هذا المجال أكثر. ومش شرط إنه هذا المجال إنك تكون درسته من قبل في الجامعة أو في المدرسة. أنت بتلاحظ إنه هناك في ناس بيشتغلوا مجالات معينة أو مهن معينة بدون ما يدرسها لا في الجامعة ولا في المدرسة، فقط بالخبرة، وبيفهموها أكثر من الناس اللي درسوا في الجامعة أو درسوا في المدرسة. معك مثلا الدحيح أحمد غندور، ما هوش خريج إعلام، خريج أحياء، وتشوفه إعلامي ناجح. مثلا الحكيم مروان العنزي خريج هندسة وإنسان مبتدئ وبادئ في مجال صناعة المحتوى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودمتم في أمان الله. كان معكم مروان العنزي في سلسلة برنامج الحكيم.